السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فراخ حلوة في الصينية بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعمل حلة محشي تحفة. تعالوا كده ندخل على الفيديو ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا كنا لسه الصبح وبقلي بطاطس زي ما انتوا شايفين جنب الحلة كده، ملكوش دعوة بقى خالص. حطيت حتة من قطعة من الدهن، لو عندك مش موجود عندك عادي يعني يمشي برضه. مقطعة كده 3 4 بصلات، طبعا محشي يعني بصل. يعني بصي المحشي اللي انت هتعملي، لو الكمية اللي انا هعملها ياخد معاكي كيلو بصل. جبت بقى انا قطعة الدهن حطيتها والزيت، وقرب قبل ما يسخن قوي، يعني ما تسخنيش قوي يعني الزيت وانتوا بتحطوا البصل عشان خاطر ما يتحرقش مني. شلت شوفوا البطاطس، وحطيت برضو الشاي لاولادي، يعني انا كنت بادئه كده اعمل فطار واعمل البصل. عندي ماسوره من بتاع اللحمه موجوده عندي، يعني انا زي ما انا قايله لكم في الفيديوهات قبل كده، اي حاجه من دي ممكن اعينها لساعه اللزوم اطلعها. انا مش هطبخ لحمه زي ما انتوا شايفين فراخ، وانا عند الماسوره دي انا عيناها من فيديو اللحمه اللي كنا عاملينه مع بعض. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما طبختهاش يومها وعينتها اليوم المحشي، انا بحبها في المحشي. اغسلها غسيل حلو، ونزلها مع البصل تتشوح وتاخد وتدي بشكل ودي، علشان طبعا احنا هنسويها في المحشي. لازم تبقى طعمها كده قطط في كل حاجه معاك. هاقول لكم إحنا هنعملها إزاي، هنصلّي على الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي عايز يفضل معايا لمّا نشوف هاعملها إزاي تابعوا الفيديو للآخر، وما تنسوش اللايك الجميل. معلقة توم مدقوقة، وأنتم عارفين إن أنا بادق التوم في الهون دقة كده رصّين توم حلوين هنشتغل بيهم النهارده. هتشم ريحة بقى إيه، الله على الماسورة دي تقولي ده كوارع والله العظيم. معلقة هريسة شطة، وشوحي بقى التوم بهريسة الشطة بالبصل، وطبعا كل ما بفصل وبرجع لكم بتلاقوا البصل خد لون شوية، مش هنديله لون اكتر من كده. والماسورة بتاخد وتدي زي ما قلنا بشكل ودي. تعالوا بقى نجيب الطماطم بتاعتنا ضربينها في الخلاط اهو، وكمان في الشفشق كمان شوية هضيفهم، وهيبقى ضفنا الطماطم بتاعتنا بالشكل ده. وهنضيف معلقتين صغيرين كده معانا من السكر، دي معلقة صغيرة، خدت 3 معالق يعني معلقة ونص. لا إله إلا الله. صلى على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ونسيب إيه التسبيكة بتاعتنا دي تاخد بقى راحتها مع نفسها كده. معايا كده إيه بقية البصل بتاعي، حطيت عليه معلقتين هرسة شطة، حطيت عليهم معلقة توم مدقوق، ونقلت كده الحلة بتاعتي على العين الوسطانية عشان تتسبك معايا بسرعة. هنضيف البهارات بتاعتنا، طبعا عبارة عن كزبرة وكمون، المعلقة دي صغيرة عشان كده في الكزبرة والكمون هحط معلقتين منها بمعادل معلقة كبيرة. هنحط كزبرة وكمون، وهنضيف فلفل اسمر، وهنضيف حبة من ال7 بهارات، وهنضيف ايه صلوا على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. خلوا تتابعوني كده في البهارات عشان تبقوا عارفين بهارات المحشي سهلة وبسيطة قوي. قلنا كزبرة وكمون وحبة من ال7 بهارات، رشة قرفة لو انت بتحبي، ومعلقة فلفل اسمر صغيرة، انما الكزبرة والكمون زي ما قلت لكم اتنينات علشان المعلقة دي صغيرة. لو انت بتحط معلقة كبيرة تحط نص المعلقة ومعلقة كبيرة كزبرة وكمون. ده ال7 بهارات، وهحط رشة من القرفة، وهتبقى دي البهارات بتاعة المحشي بتاعة النهاردة. وهنضيف كمان شوية من النعناع الناشف، يبقى كزبرة كمون قرفة حبة من ال7 بهارات، رش وكمان ايه هنضيف معايا النعناع. وده النعناع نعناع ناشف انا عاملاه على ايدي، بدي نكهة حلوة قوي. بجيبه اغسله وانشفه وافركه واحطه في البرطمان زي ما انتوا شايفين كده. يبقى ضفنا البهارات بتاعتنا، حطينا توم وهرسة شطة كزبرة كمون حبة من ال7 بهارات قرفة، وهنمسكهم دلوقتي ندعكهم دعكة حلوة قوي. ما تكترش بهارات عن كده. يبقى ضفت الملح، ضفت كزبرة، ضفت كمون، ضفت كمان 7 بهارات، ضفت فلفل اسمر، وضفت شوية قرفة، وبدأت ان انا ادعكهم دعكة حلوة كده. وعلى فكرة ضفت كمان شوية سكر، بس ما جوش في القمر، يعني معلقة صغيرة كده. ودعكي بقى البصل بتاعك خالص لغاية ما تخليه بصي ينعم تحت ايدك، يعني حاولي ان البصل بتاعك تحسيه نعم كده تحت ايدك. خرج المية اللي فيه، علشان انت طبعا ما تحطيش على النار. هو ايه انت يعتبر ده قريب تسويه نص تسوية. معايا شوية طماطم حلوين كده قلبوهم في البصل بده ريحة بقى،
وطعم حلو، يعني قيمة كوباية صلصة طماطم اهي طرية كده. بسيبها في الشفشق وبقلبها تقليبة، لا اما تجيبوا طماطميتين تقطعوهم مكعبات وتقلبوهم نفس التقليبة دي. لا ده لا ده. الرز جبته وغسلته وخليته زي الفل زي ما انتوا شايفين، ومعايا البصل زي ما انتوا شايفين، ومعايا ايه دي هنطلع فيها. تقدروا تقولوا والله كوارع ما شاء الله ريحتها، وكانت طعمها مخلية المحشي تحفة. الماسورة بتاع اللحمة وهنطلعها علشان خاطر ما نقلبهاش في الرز يا حبايبي، لان انا لو قلبتها في الرز هتبقى كلتها رز كده، واجي احطها بقى في المحشي بتاعي هتعكعك يعني، هتخلي الرز حواليها كده مش حلو بصراحة يعني. فانا فضلت ان انا نشيلها خالص من التسبيكة بعيد عن ما اجي احط الرز، وبعد ما اقلب الرز واجي احشي ابقى احطها في وسط المحشي. انما انا لو نزلت عليها دلوقتي الرز بصراحة هتاخد كمية رز مني كتير، وما انتش هتعرف تنفضي من عليها. شوفوا التسبيكة ما شاء الله خلاص اتسبكت وتخنت كده معايا ولفت وبقت زي الفل. ما حطيناش فيها اي بهارات، ما حطيناش فيها اي حاجة غير التوم وهرسة الشطة ورشة السكر بتاعتنا. تعالوا نعمل تكاية حلوة قوي علشان خاطر الماسورة بتاعتنا تبقى خدت حدق وطعم. ناخد شوية من البصل الحلوين زي ما انتوا شايفين كده يا حلوين، وتصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانيش في اللايك، بالله عليكم ما تنسوا اللايك. قلبوا بقى الكوارع بتاعتكم او المعصرة بتاعتكم، وعلى فكرة لو كوارع اعملها بنفس الطريقة بس بعد ما تغليها وترمي ميتها. لو كوارع اغليها الاول وارمي ميتها وبعد كده اعملها نفس ما بعمل كده. نزلت التسبيكة بتاعتي عشان اعمل في الصينية دي تبقى اقلب فيها الرز كله والحلة ده نحشي فيها. تعالوا بقى نجيب الرز ونجيب البصل ونجيب الخضرة ونبتدي ايه نشوح كله في الصينية اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت. طب انا مقلبتش في الحلة ليه؟ الحلة ضيقة. الحلة لاحظت ان هي مش هتساعي ان انا اقلب فيها بصراحة، وانا مرضتش اسبك في الحلة الكبيرة عشان كنت بعمل الفطار لاولادي، والبوتاجاز طبعا كنت مشغلة جنب طاسة وكده، مرضتش اريق حواليا الدنيا، فقلت اعمل في الحلة اللي انا هحشي فيها وخلاص. دي السبب اللي انا هعمل كده. قلبي بقى البصل وقلبي قلبي بقى البصل والرز والخضرة وخلوهم زي الفل معاكي علشان خاطر تشم الريحة. النار بتاعتي انا هدياها، شم بقى الريحة ما اقولكيش تحفة. يعني الريحة بتاعت التسبيكة بقى ساعة ما بتنزلي بقى البصل عليها بالمرتة ده، ريحتها بسم الله ما شاء الله تحفة. طبعا ما باخدش الخضار الاول لان انا ما بغيبش الخضار بتاعي على النار عشان ما يسودش مني، انا عايزه احشي والخضره بتاعتي خضره كده، انا عايزاه الخضره تفضل خضره. فباخد اول تشويحه معايا بالرز كده بالبصل شويه، وبعد كده بنزل بالخضره بتاعتي. مجرد ما بتحطيها بترخي وما تغيبهاش عشان ما تسودش معاك. سبت حبه صغيرين نرشهم على الفراخ بتاعتنا زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. هعمل معاكم الفراخ برضو بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وفراخ جميلة وفراخ مشوية في الصينية وحاجة زي الفل. قلبت انا كده الرز بتاعي سبوه بقى ايه مع نفسه. تعالوا نشوف الفراخ بتاعتنا نجهزها ونولع عليها وبعد كده نروح نحشي. بصوا بقى انا جبت بصلتين حلوين نعمتهم وحطيت عليهم فصين 3 توم، وحطيت عليهم معلقة رش الشطة، واحط كزبرة وكمون ورشة قرفة وحبة من السبع بهارات وبنحط فلفل اسمر. يعني بصوا هو مختصر البهارات هي زي بتاع المحشي، يعني هتزيد المستكة والحبهان، مفيش اكتر من كده. هنحط 7 بهارات وكزبرة وكمون وفلفل اسمر وبابريكا وكاري للفراخ بتاعتنا. يعني هو هيزيد عنها بهارات ايه؟ البابريكا والكاري والكركم اللي احنا حطيناه في الفراخ والمستكة والحبهان. حط الكزبرة والكمون والفلفل، وحط حبة بابريكا وحبة كاري، وضيف الملح وضيف السكر والمستكة والحبهان، وطبعا الفلفل الأسمر. لو عندك فلفل أخضر قطعي، ما عندكيش مشاها زي ما أنا مشيتها كده وطعمها كان زي الفل. ما كانش عندي فلفل أخضر يعني قضيتها بهرسة الشطة. ده يمشي وده يمشي. عندي 3 حبات من الطماطم هقطعهم بالشكل ده مكعبات، لان انا مش هضيف لها اي ميه ولا اي حاجه. هو البصل والطماطميتين دول اللي هيسووا الفراخ بتاعتي.
صلوا على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. واوعوا تنسوا اللايك بتاعي، يعني اوعوا كده تنسوا اللايك علشان بالله عليكم يعني الفيديو يوصل. حطينا الزيت، وطبعا ما تنسيش الملح والسكر اللي انا قلت عليه. ملح بتاعك تبع رغبتك في اي اكل، اي اكل كده ملحك في ايدك. ادعكي برضو البصلية بالطماطمية بالثوم بهرسة الشطة بالبهارات لما تشم الريحة جناه. وبعد كده هاتي بقى فراخك تبلها تتبيلة حلوة. ممكن تركنيها، ممكن تسيبيها، براحتك. ممكن تحطيها على البوتاجاز على طول برضو براحتك. يعني انا اولع عليها على طول بصراحة عشان اروح احشي. يعني بصوا انا راكنة حاجة على ما اعمل حاجة، بس لازم قبل ما اخش احشي المحشي تكون الفراخ بتاعتي متولع عليها. ولولا انني كنت بعمل فطار لولادي وانا بعمل التسبيكة كنت جهزتها. فبصوا بقى، انت مش هشتغل ب100 ايد يعني حرام يعني، فاحنا بنعمل شيء جنب شيء. يعني لو انت طبعا ما بتجهزيش فطار هتجهزيها، ما جهزت فطار انتبهت لحاجة تانية. خلاص خلصت فراخي، غطي عليها وسيبيها. حط كوباية مية واحدة عليها علشان خاطر اول ما تقلب منك وتشكشك كده. تعالوا اما نروح احنا بقى نحشي، واقول لك احنا هنعمل الماسورة بتاعتنا ازاي، او لو عندك كوارع هتحطها ازاي. لا اله الا الله، صلى على الرسول يا حبايبي على افضل الصلاه والسلام. جبت ورقتين الخضر بتاع الكرنب، قبل كده سلقت معاكم الكرنب كتير، شوفوا الفيديوهات حبايبي ارجعوا لها هتلاقوا انا عامله محشي كتير وسلق الكرنب والقناه كلها كرنب في كرنب. حته الدهنه اللي كنا ضايفينها. وطبعا وقع حاجات كده من الماسوره بتاعتنا، كانت ماسوره كبيره وحلوه. طبعا اوعي ترمي دول، اوعي خسار يعني. ده البهاريس كلها في الحبه دول، ده البهاريس. قلبي يا ناس تعالوا بقى. هتحشي ازاي بقى يا ام سمير والحل سيبهم كده اهو، وهتستوي وهتبقى زي العسل، وشم الريحة وهتستوي وكانت ماسورة عسل. ما هقول لكم والنبي خلت المحشي الله. كانت ريحته وطعمه دايب دوبان كده، تحس ان انت بتاكلي حاجة مش عايزة. بصي عايزة تقوم ما انتش قادرة تقوم. تعالوا اهو. لازم أن تطلعوا ملزلزين وموزوزين وحاجات بتطز وبتلز وحاجات زي العسل كده. اضحكوا يا ولاد وحطوا اللايك. بتجيبي اول سطر معاكي بيبقى طبيعي سطر اخضر كده، والنبي كان طعمه تحفه الله. انا جعت تاني. بص اهو. بصي تبع ما انت بتلف، في ناس بتلف ايدها صوابعها مقلوبه لورا كده، وفي ناس بتلف كده. وبص انا ما بغيبش في اللف، هوب هوب بصوا انا بلف المحشي في ثانيه. يعني انا ما بغيبش، انا بشوف ناس كده تنعس على الحله طول النهار ليه. والله العظيم مش هتصدقوا، انا بدأت المحشي ده قسما بالله انا كنت بحشي كده وقرآن الصلاة طلع. بس يعني مش هعمل طبخنا واتغدينا وكان زي الفل. ما بياخدش اي وقت. تعالوا بقى غمضوا عينكم وفتحوا وتعالوا شوفوا احنا هنعمل ايه. يا رب هتغمضوا وتفتحوا هتلاقوني قدامكم. شفتوا ازاي المحشي على النار. وطبعا المية بتاعته يا رب عند الصباع الاولاني وهنسيبه. والفراخ بتاعته هطلعها من البوتاجاز وهتشوف من فرن وهنشوف شكلها عامل ازاي. بصوا بقى يا حبايبي المحشي بتاعنا هو بتلدن وزي الفل. اول ما تولعي عليه بتاخديه الاول على نار عاليه، وبعد ما يتلاقي تشرب الميه بتوطي عنه. بيبقى شكله جميل. شوفوا الفراخ بتاعتي انا طلعتها من فرن البوتاجاز زي ما قلت لكم. شكلها زي الفل وشاربه الصوص بتاعها. وصلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ فتحيه فايد. واتمنى محشي النهارده يعجبكم، نفذوه والله جميل جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بترككم في رعايه الله. ما تنسوش الاشتراك في القناه يا حبايبي، بحبكم في الله.